يقول الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. كل البلدان في العالم سيشملها عذاب أو خراب أو هلاك قبل يوم القيامة، وخاصة في بلاد الكفر، وقد يكون ذلك بكوارث طبيعية سواء زلازل أو براكين أو فيضانات أو خسوف ورجات وخلافه، أو بأزمة مالية عالمية أو حروب نووية أو أوبئة أو غير ذلك. وسيكون للنجم الطارق دور كبير في ذلك، فهو سبب الرئيسي في هذه الحوادث. فهناك من البلدان من سيصيبها الخراب قبل الخلافة، وهناك من سيصيبها الخراب أثناء فترة الخلافة، وهناك من سيصيبها الخراب بعد الخلافة وموت المهدي وعيسى بن مريم وقبض كل المؤمنين بريح طيبة. سيلبس الكفار قليلا يتهارجون، ثم يأتيهم الله بعذاب شديد ويهلك كل القرى الكافرة الظالمة. روى الإمام الحافظ نعيم بن حماد المروزي رحمه الله في كتابه الفتن قال: ليشركن العراق يعرق عرك الأديم، وتشك الشام شق الشعرة، وتفت مصر فت البعرة، فعندها ينزل الأمر. وفي حديث آخر مرفوع أن خراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش، وقد وقع كل ما أخبر عنه النبي في العراق أمام أعينكم، وتبعه الشام الذي يشق شق الشعرة أمام أعينكم. وها نحن الآن نشهد بدايات فت مصر فت البعرة التي أخبر النبي عنها الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وروى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويبدأ الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب مصر، ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب البصرة، وخراب البصرة من العراق، وخراب مصر من جفاف النيل، وخراب مكة من الحبشة، وخراب المدينة من الجوع، وخراب اليمن من الجراد، وخراب الإيلة من الحصار، وخراب فارس من الصعاليق، وخراب الترك من الديلم، وخراب الديلم من الأرمن، وخراب الأرمن من الخزر، وخراب الخزر من الترك، وخراب الترك من الصواعق، وخراب السند من الهند، وخراب الهند من الصين، وخراب الصين من الرمل، وخراب الحبشة من الرجفة، وخراب الزوراء من السيفاني، وخراب الروحاء من الخسف، وخراب العراق من القحط. ذكره أبو الفرج الجوزي رحمه الله، وهو حديث ضعيف. وقال يحيى بن كثير ذكر لعوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله يا أهل المدينة لتتركها قبل يوم القيامة 40. وقال كعب: ستخرب الأرض قبل الساعة ب40 سنة، وليهاجرن الرعد والبرق إلى الشام حتى لا تكون رعدة ولا برقة إلا ما بين العريش والفرات. ويروى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في حديثه القدسي: إني إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فأخربه ثم أخرب الدنيا على أثره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وأعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. صحيح البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذى على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله،
فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. وفي صحيح أبي داود للألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبيه، ثم قال: إن هذا الحق كما أنك هاهنا.